السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتسمعوا الفيديو ديال اليوم. تكونوا مزيانين، اموركم مزيانه وصحيحتكم حتى هي مزيانه. اللي كيعجبوه الفيديوهات ديالي ما ينساش يورك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد فضلا وليس امرا. نبداو قضيتنا اليوم وقصتنا اليوم اللي غادي نمشيو ليها لدوله الاردن وبالضبط مدينه صويلح. غادي نتكلموا على ابو بلال، استاذ متقاعد في العمر ديالو 60 عام، والزوجه ديالو حتى هي موظفه متقاعده. عندهم 3 ديال الوليدات، الكبير في العمر ديالو 21 عام، متوسط في العمر ديالو 17 عام، والثالث في العمر ديالو 11 عام. بلال وعمر وعبد الرحمن. هاد الاسره كانوا اسره مسالمين وكانوا داخل السوق راسهم. من بعد التقاعد المراه مقابله الدار وشغال الدار، والاب اللي خاصها كيجيبها لها حتى لعندها، ومقابل المسجد. هذه هي حياتهم بحال كاع الناس. هذا ما كيعنيش بانهم كانوا حزوزين، لا بالعكس، كانوا كيمشيو عند العائله والعائله كيجيو عندهم. خصوصا واحد بنت خت ابو بلال كانت ديما كتجي عند خالها وهو كيمشي عندها. هاد بنت ختو قررت انها تجي عنده في شهر 6 في 2012، وهي معروفه بانها قبل ما تجي كتعيط لهم في التليفون، وداك الشيء اللي كان عيطات ولكن حتى حد ما جاوبها. عيطات لخالها وما جاوب، مراته ما جاوبت، وولادهم حتى هما ما كيجاوبوش. هنا هي تشطنات وقررت انها تجي للدار وتشوف شنو واقع. بالفعل جات، طلعات ودقات حتى عيات، ولكن حتى حد ما حل عليها. هنا بدات كتخلع، لان الطوموبيل ديال خالها كاينه لتحت، يعني خالها كاين في الدار وخالها فيه السكر. داكشي علاش طلبات الجيران انهم يجيو يهرسوا معاها الباب، حيت خافتو يكون داخل في غيبوبه وساد عليه لداخل. الجيران من يعرفوا الحاله الصحيه ديال خالها وافقوا انهم يهرسوا معاها الباب، وهذا الشيء اللي وقع. تهرس الباب، وهنا غادي يشوفوا واحد المنظر ابشع منه ما كاين. لقاو مجزره جماعيه، لقاو 5 ديال الجثات مفرقين في الدار وكلهم عايمين في دماياتهم، يعني الاسره كامله مقتوله. هنا الناس بداو كيغوتوا، وكاين الناس اللي اتصلوا بالشرطه، وبالفعل داكشي اللي وقع. الشرطه جاو في الحين وجاو بزاف ديال الصحافه. هنا الخبر انتشرت في المدينه، واللي في شي بلاصه كيجي لعين المكان باش يشوف شنو واقع ويشوف شنو هاد المجزره الجماعيه وعلاش دارت. هنا الشرطه بداو كيديروا خدمتهم وبداو كيحصيو في الجثث، كياخذوا في العينات والبصمات، وكيقلبوا على اداه الجريمه اللي ما لقاوهاش في الدار كامله. بداو الشرطه كيسولوا الجيران واش هاد الناس عندهم شي اعداء، واش كيتخاصموا في الزنقه، واش ولكن كلشي كان كيشهد لهم بانهم عائله ظريفين وداخلين سوق راسهم وعيبهم بعيد كما كنقولوا بالعاميه ديالنا. وفي هاد اللحظه كان الطبيب الشرعي كيدير حتى هو خدمته وكيعين في الجثث باش يعرفهم باش تقتلوا، ويشوف العمر ديالهم ويتاكد بزاف الحوايج. هنا الشرطه سولوا الناس، قالوا لهم هاد الاسره تقريبا شحال عندهم في العمر. فالناس قالوا لهم بان الراجل العمر ديالو في الستينات، والزوجه العمر ديالها في الخمسينات، وعندهم ولد شاب في العشرينات، وعندهم ولد مراهق، وعندهم طفل صغير. هنا الطبيب الشرعي من يخرج عند الشرطه قال لهم هاد الشيء ما مطابقش مع الجثات، كاينه واحد الجثه مختلفه. الجثه ديال المراهق ما كايناش، كاينه جثه ديال الراجل كبير. هنا الشرطه دخلهم الشك، يعني كاينه جثه مفقوده اللي هي ديال عمر. الشرطه اول حاجه داروا هي شكوا فيه وبداو كيقلبوا عليه. دازت مده قصيره ولقاوه بالفعل. هنا مني لقاو عمر بداو كيحقوا معاه، وبدا كيدخل ويخرج في الهضره. حكروا عليه التحقيق. من بعد 4 سوايع انهار عمر وقال لهم الحقيقه، قال لهم انا اللي قتلتهم كاملين. سولوه الشرطه علاش، قال لهم بان والديه كانوا كيديروا الفرزيات معاه ومع خوتو، كانوا ديما كيعاقبوه هو وكيضربوه هو وهما لا، حيت هو كان شويه عنيف في الصغر ديالو وكان مشاغب وكان كيدير برازيط حتى في المدرسه. داكشي علاش العائله كانوا كيعاقبوه وكيضربوه. هنا هو كان كيخبي داكشي في الداخل ديالو، ومن يوصل للمراهقه بدا كيتزاد عنده داك الحقد على والديه. داكشي علاش قرر انه يتهنى منهم. واحد النهار كانوا مشاو لدار عمهم، وهو عمر تسلل البيت ديال عمو وسرق منه السلاح اللي هو غينفذ به الجريمه ديالو، وداه معاه للدار وخباه، وبقى كيتسنى النهار اللي غادي ينفذ فيه الجريمه ديالو.
وبالفعل هذاك النهار المشؤوم مشى ابو بلال المسجد مع المغرب، وهو استغل الفرصه ديال وجود مو بوحدها في الصاله وبدا بها هي الاولى، تيرا فيها وما رحمهاش. ولدها الكبير سمع الصوت ديال القرطاس وخرج كيجري، قبل ما يهضر تيرا فيه حتى هو، ومشى كيقلب على خوه الصغير، دخل لقاه مسكين مخلوع في البيت ومتكي على كرشو، حتى هو ما رحموش وتيرا فيه حتى هو. من بعد عمر مشى دوش ليه مع راساتو وبدل حوايجو، وبدا كيرون في الدار باش تبان على انها جريمه سرقه. بدا كيجبد اللي كيجبد وكيشتت وكيخربق. هنا سمع الباب كيدق عليه، بدا كيترعد وما عرف ما يدير. طل من ديك العين السحريه لقى بان عمو جا عندهم، بقى يفكر شنو غيدير. قرر انه يحل عليه، وحتى هو مسكين غير دخل تيرا فيه من بعد ما كان صفاها ليهم كاملين، وصفاها حتى لباه اللي بقى يتسناه ورا الباب من جا من الجامع. هنا عمر طيح 5 ديال الجوتات، امو وخوتو بجوج وباه وعمو بلا شفقه بلا رحمه. وهادشي كامل ما عندوش شي سبب اللي مقنع. حقا قال لك كانوا كيفرقوا بيناتو في التربيه، وشنو ذنب خوتو وشنو ذنب عمو. هذا هو القتل بدون مبرر. عمر تشد وتحكم عليه ب 18 عام ديال الحبس لانه كان مازال قاصر. سالات قصتنا اليوم وقضيتنا اليوم، موعدنا في قصه جديده وقضيه جديده. دمتم في رعايه الله.